أهلا بيكو. بيبدأ الفيديو بتاعنا النهاردة بمعركة بين لوي من عيلة جو ويان كبير عيلة يان، والمعركة كانت شرسة جدا، وعلشان كده استخدم بيتان فيها الخدع الغير شريفة، وقدر في النهاية انه يخلي عم لوي هو اللي يقتل لوي. الخبر لما وصل لأخو لوي المعلم الشاب التاني لعيلة جو، هو وجيامن انهار من الحزن على أخوه، والمفروض ان بعد موت كبير عيلة جو الأوضاع تكون استقرت لصالح عيلة يان. فعلا بقوا مسيطرين على الوضع بشكل كامل وبيتدخلوا في كل مكان تابع لعيلة جو. اكتشفوا وجود كافيتيريا قريبة من المكان بس مش تابعة لعيلة جو. قرر القائد الكبير شياو انه يعرف حقيقة المكان بنفسه، اتجه لمكان الكافيتيريا، ودي كان صاحبها لاكا سيد مدينة شيان دونج اللي كان قاعد زهقان ومتضايق من ان مفيش زباين خالص بتزور الكافيتيريا بتاعته. فجأة لقى عربية السيد شياو وقفت قدام الكافيتيريا، نزل هو وكل حراسه ودخلوا طلبوا مشروبات، دفعوا له مبلغ كبير جدا علشان يعرفوا حقيقته. فضل السيد شياو يستدرجه في الكلام وسأله إن كان ماهر في الفنون القتالية ولا لأ. رد عليه لاكا وقال له إن زميله سويك وونج اللي بيشتغل معاه هو مقاتل ماهر جدا. فعلا اختبروا السيد شياو ورمى عليه كوباية، تفاجئ إن سيك وونج مسك الكوباية بمهارة ووقف قتل كل الحراس وقدر إنه يهزمهم كلهم. مسكوا لاكا ضرب وطلب منه ما يتخانقش مع الزباين تاني، واخد السيد شياو وحراسه ورجعوا تاني للعربية اللي كان فيها الآنسة يوان، الآنسة الشابة لعيلة يان. اتجهوا لمسكن عيلة جو، وأول ما لاكا وسيك وونج عرفوا كده راحوا ورا العربية علشان يشوفوا هيعملوا ايه. هناك استخبوا عند المدخل الخلفي وشافوا شخص نازل على حبال، فجأة اختفى وفكروه شبح. كان جيان من قاعد جوه السكن الخاص بالعيلة حزين وبيفتكر أخوه لوي، وكل اللي كان مضايقه هو إنه ملحقش حتى يودعه، وشاف إن الوضع مهين جدا. مسك العصير اللي كان بيشربه ورماه في الأرض. كل ده ولاكا وسيك وونج بيراقبوه وشافوا الشبح اللي كانوا خايفين منه وبيقرب من السيد جيان من. كان خادم القصر هيقف يقتله، لكن السيد جيان من قال له انه ضيف من النهر المظلم. كان لاكا مش عارف فين النهر المظلم، فسكته سيكوينج وقال له ان النهر المظلم يبقى اكبر شبكة قتل مرعبة في العالم. طلب منه يوطي صوته علشان ما يجيلهمش مشاكل. فجأة لما قام هاجم مبعوث النهر المظلم، حتى المبعوث استغرب وسأله هو ليه بيقتله. رد عليه جيان منه وقال له انه محتاج يحس بالمصداقية ويعرف مدى قوته. رد عليه المبعوث وقال له انه مفيش داعي للقتال وانه يظهر له قوته الحقيقية. فعلا عمل كده، لكن جيام برضه ما استسلمش واستخدم نموذج سيف القمر. وقتها رد عليه المبعوث وقال له ان معاه سيف اسمه توايلايت رين، وده يقدر يكسر سيفه بسهولة. وجه ضربة قوية جدا لجيامن وقعوا بيها في الأرض، وقرب منه بسيفه وحطه على راسه، وقال انه طالما مش واثق فيهم يبقى ما كانش لازم يتعاون معاهم. رد عليه جيامن وقال له انه متضايق جدا من موت أخوه وما صدق لقى طريقة يطلع بيها الحزن اللي جواه. انسحب مبعوث النهر المظلم ولبس القناع بتاعه ومشي. وقرب الخادم من السيد جيامن وقال له إن السيدة الشابة لعيلة يان موجودة هي والسيد شياو علشان يشوفوا معاه ميعاد مناسب للزفاف. بنرجع تاني للاكا وسيك وونج اللي بعد ما شافوا مهارة السيد جيامن فضلوا يتكلموا عنها، قرروا انهم يخرجوا من القصر بسرعة. ظهر مبعوث النهر المظلم هو واتنين مساعدين له وحوطوهم من كل اتجاه، طلبوا منهم يمشوا من المكان فورا. فعلا لاكا وسيك وونج طلعوا يجروا، ولما البنات عرضوا مبعوث النهر المظلم انه سابهم قال لهم ان عندهم اعداء بما فيه الكفاية. رجع لاكا وسيك وونج على المطعم، دخل شخص ففكروا لاكا انه زبون ورحب بيه، لكن اتفاجئ انه يبقى واحد من رجالة الجنرال شياو. ويف سيك وونج صد ضرباته كلها وقال له ان اكيد ما يعرفوش لان يبقى اسمه سيك وونج الجبار. بعد شوية لقى كمان الجزار الموجود في الشارع جه يساعد حراس شياو. اتفاجئ لقى ان كل الموجودين في الشارع تبع شياو. ويف سيك وونج قتل الجزار وعرف انه مش جزار بصحيح لكن مقاتل مشهور اسمه سايلنت ياما. طلب سيك وونج من لاكا انه يساعده في القتال، وترد عليه وقال له انه هرب من بيته لانه مش بيحب القتال ابدا. فجأة هم واقفين لقيوا شويز وونج، وده واحد من حراس شياو واقف مع لاكا وسيك وونج، وقال ان اسمه الحقيقي هو مينج شيا. اتضايق الحراس انه خدعهم لانه كانوا فاكرينه صديقهم. قال لهم ان كل الموضوع ان لاكا يبقى صديقه ومش هيسيب حد يأذيه ابدا، وصد ضربة الجزار بايده وفضل يضربه. قعد سيك وونج ولاكا يتفرجوا وهم مبسوطين جدا من قوته. وقدر مينج شيا انه يهزم الجزار. ظهرت له واحدة تانية من بياعين الشارع وهي مدام نيل، كانت عجوزة جدا ومع ذلك هددت مينج شيا انها لو قتلته مع سايلنت ياما هيقضوا عليه، وكسرت كل ازاز العصير اللي موجودة. وقتها اتجنن لاكا وقال لها انه هيدفعها الثمن غالي. نادى على بنت اسمها باي استخدمت الصفارة بتاعتها، خرجت افعى عملاقة من تحت الارض وقف عليها لاكا. الكل كان مستغرب من الافعى العملاقة دي، وفهمت العجوزة نيل انه من عيلة بايلي. قال لها ان اسم عيلته هو بايلي حفيد ماركيز، وطلب باي انها تعلمهم درس ما ينسوهوش ابدا. استغربوا ان ماركيز شينزي بيتدخل في مشكلة عيلة جو مع ان ده ما يخصوش، وبدأوا يهاجموا التعبان بس كان قوي جدا وجلده تخين لدرجة ان مفيش سلاح بيأثر فيه. وفي مينج شيا بعد عن صديقه كل الإبر المسمومة، وقفوا هم الأربعة على راس التعبان وتحركوا بيه ناحية كل اللي بيهاجموهم لحد ما لقوهم اختفوا. ظهر السيد شاو بنفسه وقال لهم انه ما كانش ينفع يفوت يوم مليان بالمفاجآت من غير ما يظهر.
نزل مينج شيا وقف قدامه وكان فرحان انه اخيرا لقى مقاتل قوي يقف قدامه. واول ما سمع عزف على المزمار عرف ان لوشوان هو كمان موجود. الموسيقى خلت كل الموجودين يتعذبوا بما فيهم سيكونج ما عدا لاكا وباي ومينج شيا. طلب لاكا من التعبان انه يتحرك بعيد عن صوت الموسيقى يعني مينج شيا جنبهم علشان يبقى معاهم، وسابوا لوشوان يقف قدام شياو وقال له انه لو شايف ان 3 شباب من باي مش كافيين فممكن يبعت له 8. سابه ومشي. وقتها قلق شياو جدا من الجملة دي لانه عارف انه مش قدهم. ننتقل بقى بالاحداث للاكا واللي معاه اللي وصلوا المبنى شيرو. وفي مينج شيا يلوم لاكا انه ساب عيلته علشان يشتغل في كازينو. وصل لهم لشوان بعد شويه، ووصلت كمان الانسه يوان. كانوا مستغربين ان جايه لهم بنفسها مع انهم اعداء، فقالت لهم انها جايه لهم علشان تتكلم معاهم في موضوع مهم. قالت لهم ان عيله يان عايزه تجوزها للوريث الوحيد لعيله جو علشان تسيطر عليه، وهيقولوا للكل وقتها انه بيموت من المرض، وبصفتها مراته هتبقى هي المسؤوله عن كل حاجه. لما استغربوا من كلامها وسالوها هي ليه جايه تتكلم معاهم في الموضوع ده، قالت لهم انها كانت بتحب لوي لكن اخوها قتله. قرر ان يلعب بيها اللعبة دي علشان كده ناوية تنتقم للوي وتثبت للكل انها مش لعبة في ايد حد. قالت له ان المفروض اخوات 8 هيجيبوا حاجة للمكان هنا وهي عايزاهم يجيبوها لها الفرح بعد 3 ايام. ولما سألوها ايه الحاجة دي قالت لهم جثة لوي الموجودة في النهر. حذرتهم ان اخوها كان ليه مساعدين ساعدوه في قتل لوي فلازم يخلوا بالهم علشان ما يتأذوش، وسابتهم ومشيت. كانت باي مش مرتاحة ليها وعايزة تبعت التعبان وراها، بس لاكا منعها. كان اخوها بيتيان كبير عيلة يان بيسألها عن سبب وجود الحفيد الوحيد لماركس في مدينة شيسانج. طلب منه شياو انه ما يعملش معاه مشاكل علشان ما تبقاش فرصة لماركيز انه يتدخل في تصرفاتهم. بنرجع تاني لاكا اللي كان بيحلم بالانسة يوان. اخوها السيد بيتيان موجود في عربية وراها في نفس الموكب. في الوقت ده عرف التشينج ان لاكا لسه عايش بسبب مساعدة المقاتلين ال8. طلب من الوزير انه يراقبه كويس ويستنى يشوف ايه اللي هيحصل. نرجع تاني لقصر عيلة جو. بدأت الضيوف كلها توصل ومعاها هدايا الفرح، منهم الجنرال هويشي اللي تبع تشينج وابن اخوه ياو، وطمنوا انه كل حاجة تحت السيطرة وانه قريب جدا هيقدروا يسيطروا على شيان. وصل بيتيان وسلم العروسة للعريس وبدأت مراسم الفرح. وراكا وسيكوينج وصلوا هما كمان، فطردهم العام الثالث وقال انهم مش بيرحبوا بأي ضيوف ما تمتش دعوتها، ومسك سيفه علشان يضربهم. نادى لاكا على باي وقتها استخدمت المزمار بتاعها وطلعت التعبان العملاق من تحت الأرض، والقصر نفسه كان بيتهد على الموجودين والكل خاف. عرفوا ان لاكا يبقى حفيد ماركيز، وقال له بتبان انه يستحمل قلة أدبه علشان هو حفيد ماركيز، لكن لازم يفهم ان الجواز بين اخته والجامل لازم يتم علشان مصلحة العالم كله. ضحك لاكا وقال له انه هو صغير كان دايما بيسمع كلمة وقح بس ما كانش بيفهم الكلمة كويس، لكن دلوقتي اول ما شافه عرف معنى الكلمة لانه بيمثلها بشدة. سكته بيتيان وطلب منه يلتزم حدوده. فرد عليه لاكا وقال له انه يثبت له انه خاطف العروسة وجابرها على الجواز. طلب من باي انها تتصرف بسرعة. فدت امر للتعبان وخلته ينزل النهر وخرج تابوت السيد لوي. فتح لاكا التابوت والكل اتفاجئ ان جثة لوي موجودة في النهر، مع ان الجنازة كانت لسه من يومين. المفروض انه اتدفن في قبر العيلة زي ما قال العم الثالث. واول ما بيتبان شاف المنظر اتعصب جدا. كل بقى بيسأل جيان من ايه اللي بيحصل بالظبط. امر بيتيان شياو انه يقتل لاكا، فخلي باي التعبان هو اللي يقف قدامه. وللاسف شياو جرح التعبان ونزله البحيرة. ويفسك وونج قدام شياو وحذرهم ان حفيد ماركيز لو جراله اي حاجة تعتبر ان في عداوة بينه وبين يان وعيلة جو كمان وكل الحاضرين. الكل خاف وقالوا لبيتيان ان لازم يسحب رجالته لان موت حفيد ماركيز هيجيب لهم المشاكل. وبيتيان اتكلم مع لاكا بهدوء وسأله عايز ايه وايه سبب وجوده في يوم الفرح وليه يسبب مشاكل بالشكل ده. قال له انه جاي علشان يعرف رأي العريس والعروسة وبس، وبعدها هيمشي. خرجت يوان وقالت انها مش عايزة تتجوز غير لوي حتى لو ميت. وقف جيان من قدام جثة اخوه وسأل عمه ايه اللي حصل للوي وازاي فيه جرح طعنة في قلبه، مع انه اكد له انه مات مريض. وشال عباية الفرح اللي كان لابسها ولبس لبسه العادي. مسك سيفه وقال انه مش هيسمح للقاتل بالخروج من مبنى عيلة جو وعايز يعرف الحقيقة فورا. لسه بيتيان بيحذروا ان اللي بيعملوا ده غلط وما ينفعش يعمل كده في الفرح. لا العم التالت كمان بيأمروا الحراس انهم يقبضوا على جيامن ويدخلوه جوه بالعافية. كل الحراس قالوا انهم عايزين يعرفوا الحقيقة ومين اللي قتل السيد لوي. وقف جيامن وقال لهم ان السيد عيلة جو اتقتل وعايزهم علشان يستردوا كرامتهم وياخدوا حقهم. كل وافق وهتفوا باسمه، ومسك جيامن سيفه قتل عمه وقال انه مش هيسمح للخونة بالخروج. مسك بيتيان هو كمان سيفه وقال للكل ان دي معركة بين جو ويان، واللي مش عايز يبقى جزء منها لازم يسيب القصر ويمشي حالا. كل الحضور خافوا ومشوا. طلب بيتيان من شياو انه يدخل اخته جوه القصر علشان ما تتأذيش. واول ما دخلت سالت شياو مين اللي قتل والدها وباقي اخواتها، فتهرب من الاجابه وقال لها ان السيد تيان قدم كتير ليها وللعيله، والحقيقه ان بيتيان شخص ماكر جدا. ولما حس انه هيتهزم في المعركه اللي هو فيها بعت اشاره استغاثه. وصل الاشخاص اللي بيساعدوا عيله تيان ولسه كانوا هيقضوا على لاكا وسيكوونج، لكن لحسن الحظ وصل للمقاتلين ال8. وقف مينج شيا يستعرض قوته ويقول ان محدش يقدر عليهم والافضل لهم انهم ينسحبوا من قدامهم.
طلب مبارزة عادلة، لكن طبعا مساعدين عيلة يان ما كانش عندهم أخلاق وما التزموش بالقواعد. هجم ال8 مقاتلين عليهم مرة واحدة والجرح بتيان وكل المقاتلين اللي معاه. خرجت لهم يوان وقعدت جنب أخوها وقالت له إن عيلة يان خسرت القتال، فطلب منها بتيان إنها تحميه وتساعده. مسكت إيده وقالت له إنها عايزة تسأله سؤال، وهو إيه اللي جاب جثة لوي المكان ده وإزاي ظهرت فجأة. ما كانش عنده إجابة. قالت له إن هي اللي هتجاوبه لأنها عرفتهم مكان الجثة وطلبت منهم يجيبوها، لأن طول الوقت كانت بتسأل نفسها إيه اللي حصل لأخوها وإخواتها التانيين وإزاي لوي اتقتل. وصلت لنتيجة وهي إنه ما قتلهاش هي كمان، لأنه بيستغلها وبيستخدمها جسر علشان يعبر عليه للحكم، وعايزاه يعرف كويس إن هي اللي بتلعب الشطرنج دلوقتي. سابته يموت ونادت على شياو وقالت له إن أخوها مات وهي اللي بقت مسؤولة بشكل رسمي. وقفت وسط القاعة وأعلنت وفاته، فمشي مقاتلين عيلة تيان اللي كانوا بيساعدوه وهربوا. وفهمت جيامن إنها كده انتقمت من موت عيلتها وحبيبها وعايزة الفرح يستمر بجوازها من لوي. مشي لاكا مع سيكوينج وباي، وهم في الطريق ظهر لهم السيد لي زعيم عيلة شيانيان، وقال للاكا إنهم حاولوا يقتلوه من 5 سنين بس ما عرفوش. النهارده مش هيقدر يهرب منهم، وأمر المقاتلين اللي معاه إنهم يضربوه، فوقف سيكوينج يدافع عنه وجرح. ندى بقى على لاكا علشان يهرب بسرعة، بس السيد لي ما سمحلهوش وقرب منه. فظهر العم هيوجي من عيلة وين وهو اللي هاجم السيد لي وقال له ان حماية حفيد السيد ماركيز بقت مسؤوليته. حس السيد لي انه بيتكلم معاه بغرور وقال له انه مش هيقدر يهزمهم هما ال3. ضحك هيوجي وقال له انه خلاص ما بقاش فاضل غير 2، وفي ثواني عرف السيد لي انه اتصاب بسم التنين ومات. وقرب هيوجي من المقاتلين ال2 وقال لهم انه ممكن يسيبهم بس بشرط انهم لو شافوا لاكا في اي مكان يبعدوا عنه فورا. هرب على طول وقرب من سيكوينج علشان يعرف اصابته. سأل لاكا ان كان شخص مهم بالنسبة له ولا لا. قال له لاكا انه اعز صديق عنده، فطلع العم هيوجي اكسير من معاه واداهوله. فعلا فيها سيكوينج، بس العم هيوجي قال له ان اداله دواء مؤقت يوقف مفعول السم، ووجهه انه يروح لوادي الاعشاب علشان يتعالج هناك. قال له انه قدامه 10 ايام ومفعول الدواء هينتهي وهيموت في خلال 2 ساعات. فودعهم سيكوينج وراح على وادي الاعشاب على طول. وعد لاكا انه هيرجع تاني بكامل صحته علشان يكمل معاه باقي حياته. ومشي العم هيوجي كمان ورجع لبلده. وعد لاكا وباي هما الاتنين مع بعض زهقانين ومش لاقيين حاجه يعملوها. فجأة مقاتلين بيقتلوا بايو، فطلب لاكا من باي انها تساعده، فعلا انقذته من ايد المقاتلين. رجع ياوي وشكره وقال له انه جاي يعتذر على المتاعب اللي سببها عمه هيوشي. رد عليه لاكا وقال له انه مش زعلان اصلا، بالعكس بيرحب باي حد وبيرحب بوجوده هو كمان. واخدوا فضلوا يتمشوا مع بعض ويتكلموا، وتعامل معاه لاكا على انه صديقه الجديد. قال انه مش مهتم بالفنون القتاليه ومش بيحبها ابدا، حتى انه هرب من بيته علشان ما يتعلمهاش، ولما ياخد الموضوع بشكل جدي هيبقى افضل واحد في استخدام السيف. وكان مش بيبطل كلام ولا اسئله. فضلوا يتكلموا لحد ما الوقت اتأخر ودخلوا علشان يناموا. في الوقت ده عرف مقاتلين عيلة تيان ان الجنرال هيوجي مشي، وكانوا عايزين يستغلوا الفرصة ويهجموا على لاكا، بس كمان عرفوا خبر موت اللورد هيوشي، فتراجعوا تاني وعرفوا ان ماركيز مسيطرين ومش هيسيبوا اي حد يسيء ليهم ولا يأذي لاكا. واتفقوا انهم يفتروا ويتجمعوا تاني في مكان بعيد عن الانظار. بننتقل بالاحداث للاكا. قال له ياويو ان المدينه اللي رايحينها مليانه بالفاكهه والعصاير الكتير جدا، وممكن يشرب منها زي ما هو عايز لانهم رايحين مدينه شيجيان ليكور، دي معروفه بالسيف الكبير. وموقفين لوي العم هيوجي جالهم، واول ما شاف باويو عرف انه ابن اخو اللورد هيوشي. سأل لاكا قابله امتى وتعرف عليه ازاي. بعد اتحركوا كلهم مع بعض ودخلوا المدينه، لقوا اختبار لمهاره السيف. وقفوا يتفرجوا الأول علشان يعرفوا مهارة الموجودين. واحد اسمه ألفي كان قوي جدا لدرجة إنه أخذ أقوى سيف وتحدى كل الموجودين وقال إنه هيعتبره هدية عيد ميلاده. وفي المقاتلين الأقوياء يحاربوا بعض بالسيف. للأسف يانج خسر، فنادى عليه الملك وسأل المقاتل اللي فاز بالسيف وقال له إنه عايز يعرف اسمه ويعرف طائفته. رد عليه المقاتل وقال له إنهم موجودين هنا علشان يظهروا قوتهم مش علشان يتفخروا باسم عائلتهم. وقتها الملك اتهمه إنه أكيد من طائفة شريرة، وعلشان كده بيحاول يخفي حقيقته، وأمر كل حراسه بالقبض عليه. كان المقاتلين ال8 هم كمان موجودين وانتبهوا لكلام الملك، وحسوا انهم شافوا المقاتل ده قبل كده. وقف الحراس يقتلوا الشخص اللي موجود. واول بايو ما شافه بيستخدم مهارة السيف المتعددة عرف انه شخص تبعه ونزل دافع عنه. قال لهم ان اي حد من حقه يفوز بالسيف طالما انه قادر على كده، وضرب كل الحراس بضربة واحدة منه. قرر الملك انه ينزل بنفسه وضربه، وكان لسه هيقضي عليه نزل لاكا وقف قدامه. الكل استغرب ان لاكا بالشجاعة دي وعايز يقاتل، وضرب بسيف الحراس ووقف يجمع كل قوة السيوف اللي موجودة في سيفه. كل الموجودين شافوا انه افضل مبارز وقوته ملهاش مثيل. نزل بسيفه على الارض دمرها، وطبعا كان طول ما هو بيقاتل كان بيشرب من العصير بتاعه. سر حبه في صناعة العصير ان المعلم بتاعه كان طول الوقت بيشرب من العصير ده وبيتدرب، فتربى لاكا على كده وبقى يقلده في كل خطواته بالظبط. بقى يستخدم نفس الاسلوب في المبارزة. كل الموجودين كانوا مبهورين من لاكا ومش مصدقين مدى قوته. وقال له شوان ان ده نظام سيف تشو اللي اختفى من فترة كبيرة، واخيرا جه اليوم اللي يظهر فيه للنور من تاني. نزل هيوجي وقف مع ابن اخوه وطلب من شينج انه يبعد عن ابن اخوه.
رد عليه تشينج وطلب منه انه يبعد هو وعيلة وين كلها. اتدخل لاكا في الكلام، اسم عيلته هي بايلاي ومش وين. وضحك تشينج وقال له ان عيلة بايلاي ملهاش غير وريث واحد بس، وده معناه انه الحفيد الوحيد لماركيز زانشي. رد عليه تشينج وقال له ان اصحاب سيف تشو احتلوهم ومات منهم الالاف، ودلوقتي هم محتاجين تفسير من ماركيز اللي ضم اصحاب السيف له. طلب العم يوجي من لاكا انه ما يتكلمش كتير، خصوصا ان كل المقاتلين الموجودين ضد اصحاب سيف تشو اتلموا حواليهم. طلب من باي انها تاخد لاكا ويفوا يقاتل تشينج، بس هم بيهربوا. وصلت لهم واحدة من القادة وأمرت حراسها البنات إنهم يمسكوها وحوطتهم من كل اتجاه. لحسن الحظ إن لوشوان كان موجود وبدأ يعزف على المزمار بتاعه، ويفهو من جيشيا قدامهم. وحاول من جيشيا إنه يتفاهم مع القائدة، بس هي ما سمعتلوش وبدأت هجومها. رمى عليهم قنابل متفجرة وأخذ أصحابه وهربوا بسرعة. فاجئوا إن تشينج وحراسه وقفوا ضد القائدة والبنات. بدأ لاكا يسأل عن عمه، بس لما شاف القوى الصاعقة ملت ساحة القتال عرف إن عمه ولا بيعمل كده علشان يخلص على كل أعدائه. استغل ياويو إن الكل مشغول ومسك إيد لاكا علشان يهربوا، وراح وراهم باي ومين جيشيا. بس للأسف وصلوا لنهاية الجبل، ولسه لشوان ولاكا يتراجعوا. تشينج وراهم وقعهم من على الجبل. أمر تشينج حراسه بالنزول تحت الجبل علشان يدوروا عليهم. في اللحظة دي وصل العم هيوجي وطلب من باي ومن جيشيا انهم ينزلوا يدوروا على لاكا ولوشان، وهو يقف قدام تشينج يدمروا. فعلا اتحركوا. كان لاكا وبوياو قاعدين تحت الجبل مولعين نار وبيحاولوا انهم يستجمعوا قوتهم. وقال له ياوي ان اول حاجة يعملوها الصبح هو انهم هيمشوا، علشان كده لازم يرتاح كويس. كلموا عن سيد سيف تشو بانه كان معلمه وهو صغير وبيعتبره عيلته، ومهما كانت حياته أو تصرفاته فهيفضل يحبه ويحترمه، وأي حد هيحاول يأذيه هيعتبره عدوه الشخصي ومش هيتراجع أبدا عن أذيته مهما كان هو مين. بص الياوي وقال له إنه من سنين قابل أجمل بنت ومش قادر ينساها، ومن يومها وكل ما بيشوفه بيفكروا بيها لأن دي نفس عينيه. قال المعلم زمان إنه في فن اسمه فن التخفي، بحاول انه يغير شكله فالعينين مش بتتغير. شال ياوي القناع من على وشه وطلع هو البنت اللي لاكا شافها من فتره. دي حاجه فرحت لاكا جدا، وقالت له البنت انها بتعمل كل ده علشان تقابل جده، واستغربت في الوقت نفسه انه ما سالهاش عن السبب. قال لها لاكا انه بيثق فيها وما كانش يعرف انها تبقى السيده الشابه اللي تبع المقاتلين اللي بيساعدوا عيله يان. قالت له ان اسمها فعلا هو ياويو، تتمنى انها تكون بنفس حريه الفراشه. طلعت الاله الموسيقيه بتاعتها وبدات تعزف بيها، والمصابيح المنوره كانت محوطاهم من كل مكان. استخدم لاكا سيفه ووقف يستعرض مهارته قدامها لحد ما الوقت اتأخر وناموا، وكل ده ولو شوان ومينجشيا بيدوروا عليهم. لما لقوا اثار الحطب المولع فهم انهم لسه عايشين ومشوا، ونادى على العم هيوجي وباي سألوهم المفروض يعملوا ايه دلوقتي. طلب منهم انهم يتجمعوا مع زمايلهم علشان يشوفوا ممكن ماركيز تحمي نفسها ازاي بعد اللي حصل. كان العم عنده حق، خصوصا ان تشينج بدأ ينفذ خطة شريرة ضد ماركيز وكان عايز يوصل للاكا بأي شكل. فعلا لاكا وباويو كانوا لسه ماشيين وظهر لهم مجموعة من المقاتلين فوقفوا علشان يقتلوهم. خاف المقاتلين وهربوا. وصل العم هيوجي ومعاه باي وفرحوا جدا لأن لاكا عايش وبخير. وقرب العم هيوجي من ياويو وسألها هي مين، لكن لما بصلها كويس عرف وقال لها ان تصرفاتها هتعرض لاكا للخطر. قالت له ان سواء هي موجودة او لا فلاكا في خطر من كل اللي حواليه. حذرها انها لو ضايقت لاكا في اي وقت من الاوقات هيدمرها هي وعيلة تيان كلها. وغير الكلام قبل ما لاكا يسمعهم وطلب منه يساعدها علشان جرحها ويكملوا طريقهم. فضلوا ماشيين لحد ما وصلوا للمدينة اللي فيها جده، واول الحراس شافوه كتفوه واخدوه علشان يودوه القصر غصب عنه لانهم عارفين انه مش هيروح بارادته. قرب السيد هيوجي وسأل الحراس ليه قبضوا عليه. قال لهم واحد من الحراس ان الجد ماركيز في حالة صعبة ولازم الوريث الوحيد ياخد بعض الاجراءات. اخدهم كلهم على القصر، ودخل العم هيوجي قابل والدة لاكا وسألها ليه ما تأكدتش من حقيقة المعلم. قالت له انها فعلا كانت عايزة تعمل كده، لكن الجد ماركيز منعهم، فسكتت هي ووالد لاكا. اما ياويو فكانت قاعدة في اوضة، وجات لها الخادمة بتاعتها وبلغتها ان اللوردات لانجي وروفينج وصلوا المدينة. طلبوا منها تخلي ششوان يشغلهم على بال ما تتفق مع ماركيز على التحالف. فعلا راح هو وجي علشان يعطلوهم، بس قابلوا في طريقهم لوشوان ومنجش يوقفوا يهاجموهم بالأسلحة. فهم لوشوان انهم بيحاولوا يعطلوهم على بال ما القتلة يوصلوا. لما شوان لقاهم فاهمينهم كويس اخد ووجي وهربوا. اما الجد ماركيز فكان قاعد مع المعلم بيلعب شطرنج، وبعدها سابه وقال له انه يروح يطمن على لاكا. كان لاكا بيحاول انه يهرب من المكان اللي حافظينه فيه. مجرد ما فتح القفل لقى حارس على الباب وقفل عليه تاني. واول ما الجد عرف ان ابنه كان رابط لاكا خلى الحراس يربطوه هو كمان، وقال له انه عايز يعرفه ان اللي عمله مع حفيده ده كان غلط. جت والدة لاكا وقالت له ان دي فكرتها والجد كان بيحترمها جدا، وعلشان كده فك ابنه ووقف يسمعها وقال لها ان عندها حق تربي ابنها. العم هيوجي راح للاكا وكان لاكا فاكره جاي يحرره، لكن هيوجي قال له انه جاي يوعده ويسيبه هنا علشان يقبل مصيره لانه الحفيد الوحيد لماركيز. فتح له الباب وقال له انه هيسيب له حريه الاختيار ان كان عايز العالم يفتكر اسمه ولا لا. سابه ومشي. فخرج لاكا وطلع يجري. لسه هيهرب لقى والدته هي وباي في وشه.
كانت ياو يو في الوقت ده بتعزف على الآلة الموسيقية بتاعتها، وافتكرت زمان لما مدينتها تعرضت لهجوم حبتها والدتها سيدة القصر وادتها للحراس، وعلشان ترضي العيلة اللي احتلوها قتلت نفسها وأولادها. كانوا شايفين اللي حصل وفضلوا يعيطوا بس كتموا نفسهم علشان المجرمين ما يوصلهمش. وفات ياو على صوت ماركيز وهو بيقول لها ان عزفها حلو جدا. لما عرف هي مين قال لها ان والدتها كانت انسانه طيبه جدا. حكت له ياو اللي حصل في الحرب وان والدتها ماتت علشان تحميهم. وبعد ما سابها الجد راح لها لاكا، فقالت ان كل العائلات اتقلبوا على المعلم بتاعه. قال لها انه هيفضل جنبه مش هيتخلى عنه مهما حصل. فعلا كل العائلات اتجمعوا قدام سور قصر ماركيز وطلبوا منهم تفسير للي حصل. رد الجد على تشينجو لانه كان قائد الجيوش كلها، وقال له انه في موقف مش محتاج تفسير، وهجم عليه وفضلوا يتقاتلوا هما الاتنين. القادة اتدخلوا في النص وطلبوا من الجد انهم يتفاهموا معاه بهدوء. اخذ الجد المبعوثين وكبار القادة ودخلهم القصر. اول حاجة قالها ان حفيده مش هيروح لاي مكان بعيد عن القصر، واي حد هيمسه مش هيرحمه. وعلشان اللورد لانجي يهدي الموضوع طلب من تشينج انه يرتاح على بال ما يتفاهموا. وافق تشينج احتراما ليه لانه يبقى ابن الامبراطور، واخدته والدة لاكا علشان يرتاح في اوضة الضيوف. طلب اللورد لانجي من الجد انه يوافق على سفر لاكا لمدينة امان. كان لاكا قاعد مع المعلم بيعتذر له وقال له ان السبب في كشف هويته، لكن المعلم قال له ان دي كانت حاجة هتحصل في اي وقت وهو ملوش ذنب. وفي المعلم يستخدم السيف معاه ويشربوا عصير لحد ما لاكا داخ وقع. كان الجد شاله واقترح على المعلم انه يمشي معاه، لكن المعلم رفض وقال له ان ده بيته ولو مشي منه هيموت وهيفضل موجود لحد النهاية. شال المعلم لاكا وركبه العربية وطلب من باي انها تخليها معاه وتخلي بالها منه. بعد ما اللورد لانجي خلص كلام مع الجد خرج له وبلغ منجي شياب كل الكلام لانه كان عضو معاه في البلاط الامبراطوري، وقال له انه عارف ومتاكد انه وارد الامبراطور قاصد انه يتدخل في تصرفات الجد ماركيز وعايز يعيد هيكله القصر بالكامل. خرج منجي شاي يراقب العربيه اللي فيها لاكا من بعيد، ولاحظ ان السواق فقد وعيه ودخل العربيه لاباي هي كمان فقد الوعي. فهو لاكا وفهم الاتنين بره العربيه علشان يشوفوا مين اللي عمل كده. هي كل حاجه حواليهم اتحولت وظهرت بلوره اتقفلت عليهم. ففهم منجي شاي ان ده سر فن عشيره مو من النهر المظلم. مات ناس كتيره بسبب التقنيه دي. فجأة بقى يقع عليهم سهام من الجليد، وفي بعدهم عنهم بسرعة واستخدم لاكا قوة سيف تشو وكسر بيه المصفوفة وهرب. ظهر مقاتلين النهر المظلم لمنج الشيا وقالوا انهم هيقضوا عليه. ظهر لهم لاكا وقال لهم انهم لو قربوا منه وقتها هو اللي هيدمروا. خافوا وهربوا. اما لاكا ومنج الشيا فرجعوا لباي فوقوها وبدأوا يفكروا في المعلم وكانوا عايزين يرجعوا له علشان ينقذوه. كان عندهم حق لان الملك كمان وصل للمعلم وبدأ يهدده، بس الفي كان واقف يدافع عنه وانقذه من ايده. وضح المعلم لتشينج ان اقامته في القصر ما عادتش على الفاضي وانه مصاب بسم بينشط وقت القتال. اضطر تشينج انه ينسحب ورجع تاني لقواته وهو بيفكر وبيقول ان عيلة وين اهانته، بس ما قدرش يقول كده للجنود وطلب منهم يستعدوا علشان ينسحبوا. فجأة لقى هجوم من مقاتلين النهر المظلم عليهم وقضوا على الكل، والخبر وصل للجد ولكل عيلة ماركيز. توقعوا رجوع لاكا، فعلا دي كانت حقيقة. وفي دافع عن المعلم ضد مقاتلين النهر المظلم. ده المعلم وقال له انه طلب منه ما يرجعش، وكل اللي عمله انه مرر له التقنيات وبس، والمفروض انه مالوش علاقة باللي بيحصل. ومسك المعلم سيفه واستخدم تقنيات سيف تشو، ودي حولته من معلم عجوز لشاب قوته مهولة. وبعد ما قضى على المقاتلين قعد مع لاكا وقال له ان دي قوته الخفية ونقلها له هو كمان، وقال له انه هيبقى وريثه. فضل لاكا يعيط ويقول انه مش عايز يعيش بعيد عنه، بس للاسف المعلم رجعه تاني لصورة العجوز واختفى. وقرر لاكا انه يمشي بعدها. قالوا الجد انه مش هيقدر يمنعه لانه شاب ولازم يستكشف الحياة زي ما هو عاوز. وقف لاكا يودع والدته وقال لها انه هيرجع بعد 5 سنين. فطمنها من جيشيا وقال لها انه هيبقى معاه. رمت في وشه سم وقالت له انها تديله الترياه بعد ما يرجع من الرحلة بعد 5 سنين بابنها سليم. فضلوا كلهم يضحكوا ومشوا مع بعض. كل ده وسيكونج كان لسه في وادي الطب بيدور على علاج ليه. قال له الطبيب بتاعه ان المكان اللي رايحه لاكا اسمه تيانكي، وده مكان خطر جدا وممكن ما يعرفش ينجو بقوته. مع ذلك سيكونج قال انه مش هيتخلى عن صديقه ابدا وهيفضل معاه. بس يا ترى رحلته ما تبقى ازاي؟ ده بقى اللي هنعرفه في الحلقه اللي جايه. لو عجبتكم حلقه النهارده ما تنسوش دعمنا باللايك والشير للفيديو، وما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس علشان يوصلكم اشعار بكل جديد بنعمله.